هقولك على استثمار مضمون 70% أكتر من الاستثمارات العقارية التانية. استثمار هيحقق لك دخل ثابت من غير ما تتابع وراه كل يوم، ويشتغل في وقت السوق فيه متغيرات كتير. ده أهم استثمار في مصر في 2026. الوحدات الفندقية بقت أذكى أدوات الاستثمار العقاري، بشرط واحد إنك تختار المشروع الصح. عارف ليه؟ عشان العرض أقل بكتير من الطلب المتوقع. السياحة داخلة على باز وبوم كبيرة في مصر، خصوصا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وتوسيع المطارات والطرق. عدد الغرف الفندقية مش كفاية يغطي كل ده، احنا محتاجين 300 ألف غرفة فندقية جديدة في مصر. وانت كمستثمر مش مطلوب منك تأجر أو تدير أو تتابع، في شركات محترفة بتدير العقار ده وانت بتاخد العائد والإيجار على الجاهز. خد بالك إن السائح هو اللي بيدفع، يعني دخل بالدولار، مخاطرة أقل وعائد أعلى. ركز بس إن مش أي واحدة فندقية هتكون استثمار ناجح. لازم تسأل 4 أسئلة مهمين جدا: مين الأوبريتور اللي مسؤول عن تشغيل الوحدات؟ وهل في عقد تشغيل فعلي للوحدة؟ طب هل المنطقة عليها طلب سياحي فعلا؟ والعائد هيبقى الراوند كام في المية وبيتوزع ازاي؟ ده اللي هيفرقك بين المستثمر الكويس واللي بيشتري اسم مشروع وخلاص. شوف الفيديوهات الجاية وهنتكلم أكتر عن الموضوع ده.